السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين كده بطاطس كروكيت تحفة قوي، تنفع فطار وغدا وعشاء، وحسب برضو الحشوة بتاعتها. انا حشيتها لحمة مفرومة، ممكن انتي تحشيها ميكس جبن وموتزاريلا، وسهلة وبسيطة قوي، وطبعا كلنا بنحبها والاطفال بيحبوها قوي، وكمان سهلة بالنسبة لك. ممكن تعمليها مع كفتة او فراخ بانيه. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. هنجيب حلة ونملاها مية، واول ما تغلي هننزل بالبطاطس عشان نسلقها، ومعلقه صغيره ملح، نحط عليها معلقه صغيره من الملح ونغطي عليها عشان تستوي كويس، ويفضل تتسلق بقشرها. وهنجيب بقى المقلايه او الطاسه عشان نعصج اللحمه المفرومه بتاعتنا. شويه زيت في المقلايه ونحط فيها البصلايه لحد ما تحمر، وبعد كده ننزل باللحمه. انا عامله ربع كيلو لحمه مفرومه. وبعد ما البطاطس لقيتها استوت معايا، جبت بقى المصفى وحطيتها فيها وفتحت عليها المية الباردة تبرد معايا، وبعد كده قشرتها وهرستها اهي في الطبق، وطلعت اللحمة المفرومة. هبدأ بقى اجيب البطاطس المهروسة، بعملها كده بكورها، وبعد كده اعملها زي طبق، وبعد كده اقوم حاطه فيها اللحمة المفرومة واكورها زي ما انتوا شايفين. وما حاولوا ما تكتروش اللحمه المفرومه قوي جوه الكوره دي عشان هتفتح منكم وانتوا بتقلوها. خلوها وسط بالنسبه لحجم الكوره اللي انتوا هتعملوها، كل واحد بقى وكورته. تمام. انا هنا حاساها برضو ان انا مكتره شويه في الكوره دي حاسه ان انا كترت فيها اللحمه شويه. ويفضل زي ما قلت لكم البطاطس اسلقوها بقشرها، بلاش تقشروا القشر قبل ما تتسلق. وبعد ما تتسلق على طول معانا كويس، وتحس ان هي استوت، تستوي كويس قوي، وبرضه مش اللي هي قوي 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 يعني تبقى ميه معاكوا، لا تكون مستويه كويس، مش ناشفه اللي هي تدخلي فيها الشوكه تلاقيها داخله معاكي. بعد كده بقى تطلعيها تحطيها في ميه بارده زي ما قلت لكم، وتسيبوها تبرد خالص، وقشروها وهرسوها باي حاجه عندكم، بشوكه او في معلقه كده كبيره، دي بتساعد ان انت تهرسي بيها اي حاجه عندك مخصصه لكده. زي ما احنا شايفين خلاص اهو، انا عملت كذا كورة اهي هناك. وده زي ما قلنا ربع كيلو لحمة مفرومة، ده المقدار بتاعي. الشمس جت اشرقت وغابت فجأة، حد خد باله من الاضاءة دي؟ وريتكم الشروق والغروب في نفس ذات الوقت في ثانية واحدة. خلاص قربت اخلص، لان ما كنتش طبعا عملت كمية اللحمة المفرومة كلها. انا بقى كملت مع نفسي، قعدت اكور في حتة البطاطس المهروسة المتبقية دي. هنا بقى جبت طبق صغير، حطيت فيه بيضة، عليه نص معلقة ملح صغيرة، وربع معلقة فلفل اسود، وقلبتها كويس. وحطيت البقسماط او الكريسبي بتاعي اللي هحمر بيه البطاطس، احطه في البيض الاول، بعد كده في البقسماط. ايه ده ما شاء الله! الكورة يعني انا شفتها في الفيديو تحسي ان فيها مطاطي كده، شايفينها بتنط ازاي؟ يمكن عشان الفيديو مسرعه. زي ما احنا شايفين، غطيها كويس اوي بالبقسماط وسيبوها تنشوي. يفضل كمان يعني ابعدوها شوية عن بعض وسيبوها في التلاجة تمسك نفسها اكتر. يعني بعد ما نعملها في البيض وبعد كده البقسماط، نسيبها تريح شوية في التلاجة، هتلاقيها نشفت معاكي اكتر ومسكت نفسها اكتر. سهلة قوي وبسيطة، لو انت يوم مش قادرة تطبخي فيه قوي يفضل ان انت تعمليها، مش تاخد منك وقت خالص. ويا جماعه والله الافضل، يعني دي حاجه بصراحه انا عمري ما عملتها، بس يفضل وانت بتجيبي مثلا اللحمه، طلعي حسب المقدار بتاعك شوية لحمة عصجيهم وعينهم في الفريزر، تبليها وعينها في الفريزر تعمليها كفتة. انا بصراحة عمري ما عملت الموضوع ده، بس نفسي ان انا اعمله، هيساعدني قوي. ان مثلا لو مستعجلة اقوم مطلعه من الفريزر على طول التعصيجة، او سواء اللحمة المتبلة، واعمل كفتة على طول واعمل الاكلة بتاعتي. خلاص دي اخر كورة معايا. وهبدأ بقى اكون مسخنة الزيت، زيت غزير، اكون مسخناه كويس، واول ما احس ان هو تمام قدح كويس قوي، هنزل عليه بالبطاطس. ودي كانت شكل البطاطس بتاعتي.
عايزه تحمريها قوي حمريها. دي كانت البطاطس بتاعه المره دي، لكن دول بقى الصوره دي كنت عاملاها قبل كده، واللي بعدها برضو عاملاها قبل كده كنت محمراها قوي. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير. باي باي.